السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حلقة جديدة في الكرة مع المصري. شفنا النهاردة الخسارتين الفاضحتين للدول العربية. أنا قلت لكم قبل كده يا جماعة في فيديو إن إحنا كمنتخبات عربية ما عندناش ثقافة تحقيق المكسب أو ثقافة الصعود والكلام ده كله. في ناس طبعا زي ما أنا بتقول ده عبيط، إيه اللي هو بيقوله ده السعودية كسبت الأرجنتين، ده المغرب اتعادلت مع كرواتيا، تونس اتعادلت مع الدنمارك. لكن النهارده اتأكد كلامي كويس. خسارة المنتخب التونسي قدام المنتخب الاسترالي المتواضع، عشان للأسف المنتخب التونسي فكر إن هو خلاص هيكسب استراليا لأن استراليا خسرت من فرنسا 4، لكن في فرق إمكانيات رهيب ما بين الغول فرنسا وما بين استراليا. فكان وضع طبيعي ان استراليا هتلعب مباراه ولا اقوى ولا اروع. وانا قلت الكلام ده، المنتخب الاسترالي لا يستهان به ولازم المنتخب التونسي يخلي باله، وان جلال القدر ده مش مدرب اساسا وشبيه لكارلوس كيروش اللي انا مصمم لغايه دلوقتي بقول لكم كارلوس كيروش مش مدرب. ولو المنتخب الايراني حتى كسب منتخب امريكا وصعد لدور ال 16 برضه مش مدرب وهيخسر بنتيجه فاتحه لو وقع في ايد منتخب كبير. يجي النهارده المباراه الثانيه ما بين السعوديه و بولندا. وللاسف المنتخب السعودي ادى مباراه كويسه، ضيعوا ضربه جزاء وضيعوا فرص كتير، لكن برضو زي ما قلت لكم يا جماعه ما عندناش ثقافه المكسب. المنتخب البولندي باقل مجهود كسب المنتخب السعودي، كسب المنتخب السعودي 2-0. المنتخب السعودي برضو مهدد، وانا شايف ان المنتخب التونسي هيكون تاني المودعين بعد المنتخب القطري، لان المنتخب الفرنسي اخر مباراه مش هيسيب لهم الماتش، وحتى لو ساب لهم الماتش المنتخب الدنماركي هيكسب، ممكن يكسب بسكور على المنتخب الاسترالي، او المنتخب الاسترالي ممكن يكسب منتخب الدنمارك ويصعد. فاكيد مليون المية المنتخب الفرنسي برضو يخاف ان ممكن المنتخب الاسترالي يكسب منتخب الدنمارك ويصعد اول مجموعة. لها حسابات معقدة، لكن انا شايف ان بنسبة 90% او 95% المنتخب التونسي ودع البطولة. المنتخب التونسي خلاص يعني هو حصل المنتخب القطري. النهارده برضو يا جماعه كان في مباراه، طبعا الكاس بقى كاس مصر، يعني مفيش اجمل من كده كوره. انا بصراحه اول ما قلبت المباراه في استاد برج العرب، فكنت طبعا بتابع مباراه السعوديه وبولندا. والله العظيم انا اول ما قلبت اون تايم سبورت يعني سبحان الله الواحد نفسه اتفتحت قوي على التشجيع والتحليل، فاستغفر الله العظيم يعني. يعني انا واحد من الناس، انا اهلاوي، انا بعترف انا اهلاوي، فقلت يعني ممكن اشمت بقى في اخواتي وحبايبي الزملكاويه، اعمل معاهم كده الواجب يعني واشمت فيهم لو المصري صعد يعني لا قدر الله، وده ما حصلش طبعا. نادي الزمالك كسب النهارده 1-0 باداء برضو، يعني ممكن عشان اللعيبه ريحت بقى